اللي فات بقى كان تسالي، انما اللي جاي وجبات خفيفة هتعجبك من اول لقمة. وصفة سهلة وسريعة وطعمها يبهرك، وفي ثانية الا ثانية هتكون جاهزة. انزلوا بقى بشوية زيت في الطاسة، وانزلي عليها ببصلة متوسطة وابدأي شوحيها لغاية اما تصفر معاكي. ابدأي بقى انزلي عليها بربع كيلو لحمة مفرومة، وقلبي فيهم كده شوية، يعني ثواني مش اكتر. وانزلي عليهم ب3 قرون فلفل متقطعين مكعبات. انزلي عليها بقى بالتوابل، ملح وفلفل اسود وبهارات مشكله وكمان بابريكا. قلبي فيهم بقى كويس لغايه اما ياخدوا اللون البني او اللحمه تستوي. وابدأي بقى انزلي عليها بحبايتين طماطم مقطعينها مكعبات. وانتوا بقى بتعملوا الاكل صلوا على النبي. وابدأي بقى حطي في كوبايه معلقتين كبار صلصه وزوديهم شويه ميه، وانزلي بيهم بقى على الخلطه بتاعتنا. قلبي فيها بقى 5 دقايق، وما تخليش اللحمه تتشرب الصلصه كلها، وهقولك ليه في الاخر. هنجيب بقى العيش السوري وهنبدأ نقطعه 4 ارباع. صليتوا على النبي ولا لسه؟ وكمان ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. بعد بقى ما قسمتوا 4 ارباع هناخد ورقتين، وهنبدأ نحط خلطة اللحمة المفرومة ونحط عليهم موتزاريلا، وهنبدأ نقفل من الجناب زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وهاتوا بقى اي طاجن او اي صينية رصوا فيها السندوتشات اللي احنا عملناها، وادهنوها بقى. فاكرين الصلصة اللي قلتلكوا اعملوها في اللحمة كتير؟ هندهن من الصلصة دي على وش السندوتشات، وهنرش بقى من على الوش موتزاريلا، وهندخلها الفرن يا دوبك الموتزاريلا تسيح وهنخرجها على طول. بجد الله على الريحة والجمال، وصفة خفيفة وسريعة بس هتسيب طعمها ببالك، وكمان تشبعك من غير ما تتقل عليه، وكمان من الوجبات الخفيفة اللي هتعجبك من اول لقمة. عزيزي المشاهد صليت على النبي، وما تنسوش تكتبوا لي حاجة في التعليقات وأجروا عليها.